وبنات اليوم راح أشوفكم منتجات العناية بالبشرة. أنا مخليتها هنا بالمطبخ حتى شنو تصير قريبة علي وما أنساهن، أستخدمهن حتى ما أنساهن. هنا أنا هذه مجموعة من الخلطات جبتهن لوجهي، ما شفت نتيجة عليهن فخليتهن لرجلي. قلت حرامات ليش أنا جايبتهن بفلوس وأروح أذبهن، فخليهن لرجلي. هذه صابونة اللي هسه الكل يعني يستخدمها، كل زينة، صابونة كلش زينة. عندي هذا الغسول حب الشباب جبته لابني، وهذا هم غسول بعرق السوس، وهذا هاي المجموعة هذه، وهذا مال حب الشباب منتجات طبيعية مال أعشاب بعرق السوس. هذا طبعا مو بس يصير الحب الشباب، لا، للنمش والبقع وآثار الحب. هذا غسول همينة عشبي كله زيوت طبيعية. من أغسل بيه وجهي يصير ترطيب كلش قوي بوجهي، كلش حبيته وريحته أعشاب يعني. وهذا مال حب الشباب غسول دهني كلش زين لحب الشباب، إذا تريدون اخذوا له سكرين. هو صحيح غالي بس نوعيته كلش زينة. هذا ماي وارد، هذا زيت الزيتون استخدمه لشعري. هذا لوشن للفطريات اللي تصير بالجسم، اللي تصير بالوجه، اللي تصير بالشعر، للجسم ما بين القدمين، يعني لكل أنحاء الجسم. لوشن الكبريت. هذا كريم مرطب مبيض ومرطب للوجه، ولوشن للجسم. يعني يصير عائلي حتى للأطفال يصير. عندي هاي هم خلطة مال أعشاب. عندي هذا زيت جوز الهند استعمله للشعر. هذا مبيض مال أسنان. هذا نسيت اسمه ما أعرف اسمه. هذا معقم مال اليد. هذه خلطة مال تقشير الشفايف، شكر. أنا طبعا مسويتها بالقناة، شكر ودارسين وقرنفل وزيت الزيتون. هنا عندي هذا زيت اللوز. عندي هذا شهد العسل كلكم تعرفونه، معرق مزيل الروايح. عندي هذا مرطب مال الايدين مال الرجلين. هنا عندي هاي المجموعة. عندي هذا استخدمها للوجه، هي طبعا هاي هيك تصير. احب اني هاي السيليكونة اكثر من هاي الفرشة، مع العلم الفرشة هي ناعمة بس السيليكونة تنظف اكثر من الفرشة، تنظف وتشد البشرة. كلش احب هذا الجهة. هسه عندي هذا خليني اقول لكم على هذا زيت الزيتون ومخليه بيه لبان الذكر. هاي صار له فترة بيه لبان الذكر. زيت الزيتون هسه صاير كلش مر من لبان الذكر. هذا استخدمه لوجهي. عندي هاي المجموعة. هذا مقشر مرتين بالاسبوع. هذا بالبداية استخدم هذا ورا دقيقة استخدم هذا، ورا 3 ثواني استخدم هذا، وبعدين وراها استخدم المرطب. كلش حلو
وهذا المرطب مال ايد بس يعني شفت نتيجة عليه، انطاني تبييض كلش حلو فوق العين. وهذا مقشر مرتين بالاسبوع، خذولها السكرين اذا هاي. هذا الباكج يفيد للحبوب اللي تحت الجلد بنات، خاف انتم عندكم حبوب تحت الجلد، فهذا اني منتجات اخذوهن، منتجات اصلية كلش تفيدكم، حتى تعطي تبييض ونضارة للوجه وشد للوجه. خل اشوفكم. هذا خذولهن سكرين. وهاي منتجاتي، قصدي هذا الفيديو مالتي، يا رب ان شاء الله يعجبكم واستمتعتوا وياي، وشكرا لكم. حبيبي واليدي ماما. اي يعني، يلا مع السلامة.